ليه من وجهة نظرك الأهرامات مش مقابر؟ اول حاجه لفتت نظري في الموضوع الاهرامات ان كان في حد كاتب جمله، واحد اسمه ماكس توث، ده كان بيقول ان انا كنت بتمشى مع مارك لينر زمان، فمارك لينر قال له جمله هو كتبها في الكتاب، بيقول له انه في جميع الاهرامات المكتشفه في مصر لم نعثر على دفنه واحده اصليه، لم نعثر على مومياء واحده اصليه. فمشيت بقى ورا الجمله دي، يعني ايه ان جميع اهرامات مصر ما فيهاش ولا دفنه واحده اصليه؟ يعني مثلا هضربك مثال، احنا عندنا مثلا مقابر وادي الملوك معظمها اتنهب، بس عندنا دفنات اصليه، عندنا واحده اصليه اللي هي مثلا بتاعت توت عنخ امون. طب هل الاهرامات فعلا ما فيهاش دفنه اصليه؟ طب ايه السبب؟ لقيت انه كله بيقول لي السبب ان الاهرامات كلها سرقت. طب فكان السؤال اللي عندي، هل فعلا كلها سرقت؟ فاضطريت بقى ان انا اتتبع قصه اكتشاف الاهرامات على الاقل في اخر 200 سنه، لقيت ان عندنا حالتين تم العثور فيهم على هرمين مقفولين، توابيت مقفوله، ومع ذلك لما اتفتحوا ما تلاقيش فيهم مواد، كانوا فاضيين. فده اذا يدحض مزاعم ان هم كلهم اتسرقوا. لا، هم مش كلهم اتسرقوا،